هو أنا تنطلق من واحد المقولة ديال صاحب الجلالة، هي أنه مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، أو لا مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. كيف؟ اليوم أوروبا من أكبر الهواجس اللي عند أوروبا ككل، ماشي غير فرنسا، لأن شفنا المواقف ديال إسبانيا، المواقف ديال ألمانيا، المواقف ديال فرنسا، المواقف كذلك ديال بولونيا، ديال واحد المجموعة ديال الدول الأوروبية. بالتالي أوروبا ككل من بين أهم الإشكاليات التي تقض المضجع ديالها هي إفريقيا، سواء من الناحية الأمنية سواء من الناحية الاقتصادية. إفريقيا اليوم هي ثلثي الطعام في العالم، مستقبل الطعام في العالم. إفريقيا هي المتحكم رقم واحد من الاحتياطات ديال كل المعادن اللي كتدخل في الصناعات المستقبلية اليوم في هذا. إفريقيا كذلك نمو ديموغرافي هائل ومتسارع. إفريقيا اليوم يتجاد بها كل المشاكل الممكنة، من تجار، من بشر، من تجارة المخدرات، من العنف، من الإرهاب، من كل ما يمكن تصوره في هذا. ولكن ما هو وضع المغرب اليوم في إفريقيا؟ وهو المتغير الأساسي، وهو الذي حسم كل هذه المعطيات. المغرب كما قال الأستاذ دريس هو 1000 اتفاقية شراكة مع 50 دولة إفريقية. المغرب هو المستثمر رقم واحد في الغرب الإفريقي. المغرب اليوم الأبناك المغربية هي الأبناك الأولى في أكثر من 21 دولة إفريقية. ملي تندوي على الأبناك تندوي على التمويل، وتندوي كذلك على تمويل الاستهلاك في الدول الإفريقية. المغرب كذلك هو مجموعة من البرامج الاستراتيجية الأساسية. نعطيك أنا مثال بسيط: أنبوب ديال الغاز المغرب نيجيريا، أنبوب الغاز ديال المغرب نيجيريا سيمر عبر 13 دولة إفريقية بمن فيها المغرب ونيجيريا. في بعض الدول اللي غيدوز منها هذا المسار ديال أنبوب الغاز ما كيتجاوزش مستوى ديال الربط الكهربائي ديالها 10%، بما معناه أن المغرب اليوم يقدم مشروع كطريق حرير ثاني، ليس فقط أنه يجيب الغاز فقط، وإنما كذلك يخلق فرص ديال التنمية، يخلق فرص ديال التسريع الاقتصادي، ويعطي فرص ديال الإدماج الاقتصادي للشباب ديال هذوك المناطق. بطبيعة الحال الدول الأوروبية ستذهب مع المغرب، لأنه اليوم يحمل حتى مشاريعه ماشي فيها فقط الربح، لأن المغرب اليوم يعتبر الأمن ديالو هو جزء، أمن إفريقيا جزء من الأمن ديالو. وباش المدخل الأساسي لحل هذه المشاكل ما يمكن يكون إلا مدخل تنموي. راه من هنا جات المبادرة ديال الدول المطلة على المحيط الأطلسي. صاحب الجلالة فتح المجال كذلك لدول الساحل. تتعرف شنو هي نعطي لدول الساحل اليوم المنفذ المحيط الأطلسي؟ عرفتي شنو معنيتها؟ معناها أولا أن كل دول العالم وكل القوى ديال العالم وكل الدول الإفريقية دائما تنظر لهذه الدول ديال الساحل بعدا على أساس أنها منبع ديال المشاكل ومنبع ديال الصراعات ومنبع ديال الكوارث اللي كاينه في إفريقيا. إلا المغرب نظر لها كمنبع للتنمية وكدول قادرة أن تساهم في التنمية ديال هذا البلد. وتتعرف شنو ينفتح لها المنفذ؟ مثلا دولة بحال النيجر اللي عندها اليورانيوم وعندها، تعرف عندها منفذ واحد باش تسوق هذاك المنتجات ديالها، وبالتالي هي راهينه حتى قرارها الاقتصادي ما عندهاش، لان باش تقدر انها تبيع وتجيب عمله صعبه باش تشتري وباش تتاجر على العالم، هي ملزمه عندها معبر واحد، وهذاك المعبر الواحد هو اللي تستفد منه. كانت تستفد منه فرنسا. اليوم ملي تنعطيك امكانيه ديال تنويع الشركاء ديالك، ملي كنعطيك انايا واجهه وكنعطيك الموانئ ديالي وكنعطيك اللوجيستيك وكنعطيك اليوم صاحب الجلاله في الخطاب ديالو دعا كذلك الى بناء اسطول وطني ديال السفن، ماشي يكون غير في خدمه المغرب، خدمه الدول الافريقيه كامله. كنعطيك انا واجهه اللي تجر فيها مع امريكا، مع كندا، مع البرازيل، مع الارجنتين، مع امريكا اللاتينيه. كنعطيك اهم شيء في هذا العمليه، كنعطيك استقلاليه القرار
الاقتصادي ديالك، تنويع الشركاء الاقتصاديين ديك بطبيعه الحال الدول الافريقيه ستكون مع المغرب، لانه تجسيد حقيقي للاستراتيجيه اللي دعا عليها صاحب الجلاله ديال رابح رابح. انا تربح كمغرب، ولكن كتربح انت كدوله افريقيه، كتربح الاستقرار، كتربح الامن، كتربح فرص الادماج الاقتصادي، كتربح فرص ديال التنميه. بطبيعه الحال الدول الافريقيه تكون مع المغرب، وبالتالي هاد المعطيات وهذا الدور اللي ولا كيلعبوا المغرب اليوم داخل افريقيا من خلال هاد المشاريع بهذا الشكل بحال هكا، ومن خلال هاد الزخم. راه تندوي على 1000 اتفاقيه ديال شراكه، راه ما كندويش على 3 ولا 4 ولا 5، 1000 مع اكثر من 50 دوله افريقيه. وبالتالي ملي تيولي المغرب في هذا المستوى من الوعي ومن العمق ومن من العلاقات والشراكات سواء السياسيه والاقتصاديه والتجاريه، وملي كنمشيو من اخطر ما كاين هو الدين، وكنلقاو المغرب اليوم هو المهيمن رقم 1 حتى على المجال الديني داخل افريقيا من خلال المبادرات المتعدده اللي دار ديال الائمه وكذا 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 وكذا. حتى من التاريخ، من الناحيه التاريخيه نجد المغرب اليوم في كل المناطق ديال افريقيا، عند الماليين موجود المغرب، عند الغانا موجود المغرب، عند نيجيريا موجود المغرب، عند جزر القمر موجود المغرب، حتى الازواد اليوم. انا يلا تابعت واحد الفيديو ديالهم تيقول لك حنا كنا جزء من الدوله العلويه، جزء من الدوله العلويه، حنا فرع. بالتالي اليوم المغرب كما قال الاستاذ دريس هو الجوكر الحقيقي. بالتالي شيء طبيعي ان يعني فرنسا وجدت في المغرب ماشي غير فرنسا فقط، ان اوروبا ككل اليوم لا يمكنها تجاوز المغرب، ولا يمكنها العبث باستقرار ديال المغرب، وما يمكنلاش تتبع الدول اللي هي دول فاشله، لان اي دوله شوف غنكملها